السنيكر ده جاي بكل حاجه اتنين تانج، رباطين واتنين سوش واتنين ميد سول، حرفيا جاي بكل حاجه اتنين، حتى جاي بفردتين. انا مش عارف انت بتجيب الحماس والرخامه دي منين الصراحه. السنه اللي فاتت او 2021 كان التريبل كولابوريشن مفرقع الدنيا. معنى كلمه تريبل كولابوريشن يعني 3 براندات بيتعاونوا مع بعض وبيعملوا سنيكر. كنا متعودين ان هم براندين بس بيعملوا سنيكر، بس بقى في 3 دلوقتي. ف 2021 هي كانت اشهر سنه عملوا فيها تريبل كولابوريشن. كان من اشهرهم هو جوردن 1 تعاون مع ترافيس سكوت وفراجمنت ديزاين. بس السنيكر اللي انا جاي اتكلم عليه النهارده هو ال دي وافل تعاون مع ساكاي وفراجمنت ديزاين. واللي ما يعرفش ساكاي هو لكجري فاشن براند ياباني. لو عاوز تعرف عنه اكتر في فيديو على الفيبر وافل هتلاقي اللينك بتاعه موجود فوق. نخش بقى على فراجمنت ديزاين، ياباني برضو بس كان دايما وراه هايب فظيعه. يعني لما يحط اللوجو بتاعه اللي هو ده المفروض فاي سنيكر او اي تي شيرت او اي حاجه بتتعمل بكميه قليله جدا بيبقى عليها هايب جامد جدا، تتباع بطريقه سريعه، تبقى سعرها غالي جدا في الريسيل ماركت بتاعها. يعني في جوردن 1 هو شبه البلاك تو بالظبط، من ورا بس في ازرق وفي اللوجو بتاع فراجمنت ديزاين، بيتباع باسعار ما تتصدقش ومحدش عارف يجيب السنيكر دوت، بس ده فراجمنت ديزاين. تعال بقى نخش على السنيكر ذات نفسه. السنيكر ده نزل 2021 ب 170 دولار. حاليا الريسيل برايس بتاعته تتراوح ما بين 400 الى 600 دولار على حسب السايز بتاعك. انا قدرت اجيبه من السنيكر اب السنه اللي فاتت ب 170 دولار، بس بصراحه اول ما شفت الحاجه دي فيه ما عجبتنيش، وشفت فيديوهات ان هي بتتوسخ بسرعه جدا، شفت ناس برضو قطعتها، بس انا مش هعمل كده في السنيكر ده. فالسنيكر ده انا لسه مش عارف انا هبيعه ولا هخليه معايا. انا شايف السنيكر كاوفرول سنيكر كفكره جامده جدا ان هم عملوا مزيج سنيكر مع بعض، وده اللي دايما ساكاي بتعمله. ساكاي لما بتعمل تعاون مع نايكي بتاخد 2 سيلويت ليهم وبتعملهم مزيج مع بعض. طبعا دوت اتعمل مزيج ما بين ال دي في والوافل، نايكي وافل، فحطوهم مع بعض. عشان كده بتشوف 2 نايكي سوش، بتشوف رباطين جايين معاه و2 ميد سول. عشان كده هم بيحطوا 2 سنيكر في بعض فبيسيبوا كل حاجه 2 زي بعض. ففكره حلوه جدا. ده مش اول مره ينزل، هو نزل من ساكاي بس كذا مره، فنفس الديزاين بالظبط كده. نزل الوان كتير جدا من ساكاي، بس في 2 بس نزلوا مع التريبل كولابوريشن اللي هو مع فراجمنت ديزاين. نزل اللون ده ونزل اللون الدارك بلو او الدارك فويد. فاللون الازرق ما كانش عاجبني قوي، انا شايف ان اللون ده احسن لون نزل من ساكاي بصراحه. اكتر حاجه عجباني في السنيكر الجلد بتاعه اللي مستخدمينه، السويد ماتيريال اللي هنا دي فظيعه الصراحه. وكمان قد ايه هو مريح، وقد ايه ان هو الوانه حلوه جدا. يعني اللون الرصاصي واللون الابيض واللون الاسود هيليقوا على اي حاجه، هيليقوا على شورتات، هيليقوا على بناطيل، وهيليق على اي الوان هتلبسها تانية. في السنيكر ده جاي باكسترا ليسز او هو جاي معاه رباط تاني ابيض. لو ركزت شويه هتلاقي اللي فوق ابيض واللي تحت جاي شويه من ابيض على رصاصي. فالفكره دي برده حلوه ان هو ما خلاش نفس الاثنين ابيض. الاثنين دول برده بصراحه ما عجبونيش، حتتين اللي قدام دول زي نفس الكلام اللي ورا. الاثنين تانج ما عنديش فيهم مشكله، بالعكس جامدين جدا. اول واحد مكتوب فيه نايكي ومكتوب فيه ساكاي، التاني موجود في الفراجمنت ديزاين لوجو. السنيكر ده برده مريح جدا، لو خدت بالك من هنا تلاقيه بتتضغط بطريقه حلوه جدا. الاوت سول بتاع السنيكر ده واخد الوافل اوت سول بتاع السنيكر عادي، لو خدت بالك ان هو عامل زي المكنه بتاعت الوافل بالظبط، نفس الشكل. فكره حلوه، ودي اصلا معموله من زمان. فاللي عارف النايكي وافل حطوها هنا برضو. بالنسبه للتكست مكتوب هنا ده كلاسيك فراجمنت ساكاي، ومكتوب هنا ال دي وافل، وشويه بقى سيريال نمبر مش عارف بتاع ايه الصراحه. كده خلصت الريفيو على ال دي وافل ساكاي فراجمنت ديزاين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف سنيكر تانية، واشوفكم في فيديو جديد وسنيكر جديد. السلام عليكم.